اسمح لي هنا بالعودة إلى الأستاذ عبد الرحمن اللويزي. هل كان لديكم دليل أستاذ عبد الرحمن حينما قلتم أن التكتل الجديد طلب من الكويت مبلغ وقدره 200 مليون دولار؟ أنا أجاوبك عن هذا السؤال اللي سألته. قضية 200 مليون دولار. طبعا أنا عندي طبعا أدلة على هذا الكلام، وأعرف أنه الوفد الذي ذهب وبمن التقى بمحافظة الفروانية، وحتى شاهدت صور للقائهم، وعندي تفصيل آخر غير اللي ذكر بالإعلان أنا راح الآن أقول لكم إياه. اللجنة هذه التنسيقية أو اللي أنا سميتها التمزيقية، لأنه كان في ذهنها وخلدها في ذهن أعضائها اللي اجتمعوا موضوع النازحين كغطاء لجمع الأموال، مثل ما كانت تحت تصرف بعض أعضائها مبلغ تريليون دينار، وكان مخول صلاحية رئيس الوزراء. أنا ما أريد أذكر أسماء نهائيا في يعني باليوم، وما شفنا منجز على الأرض يعني بحيث يعني أثر على يعني نقل هذول الناس نقلة إيجابية وخفف من معاناتهم. الكويت كانت قد رصدت مبلغ 200 مليون ما لها علاقة باللجنة، يعني هي مجرد مرصودة مسبقا. نعم، هي أعلنت عن رصدها. توجه وفد من هذه اللجنة يضم رافع العيساوي، ويضم طبعا هم تجنبوا ذكر رافع العيساوي كعضو باللجنة. يعني هل موجود الدكتور نعم هي أكو جهات، يعني هي اللجنة كلها مجيرة وأنا عندي حتى أسباب يعني ما أريد يعني أخلط الأمور. بعد ما أعلنت الكويت أنه أكو 200 مليون مرصودة، وكذلك أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن رصد مبلغ 700 مليون ويزيد على، وسوف يعني هذا المبلغ يعطى للسنة ويعطى للكرد. كان أكو هناك ضرورة أيضا من أنه هذه الهيئة التمزيقية يذهب أعضاؤها فيقدم أنفسهم لهذه الجهتين وكل الجهات الأخرى، وربما يعني الآن هم يقولوا راح نسوي مؤتمر عام يعني مال جمع تبرعات يعني. ذهبوا إلى الكويت والتقوا بمحافظ الفروانية، وأيضا يعني طلبوا منهم أن احنا بما أنه أنتم راح يعني أغلب النازحين سنة، فأنتم بإمكانكم تنطونا هذا المبلغ، وإحنا راح يعني معرفتنا يعني كيف وصلت هذه المعلومة أستاذ عبد الرحمن؟ لدي كل قاعة تقليدي. أنا وصلتني هذه المعلومة من شخص اتصل به محافظ الفروانية اللي هي الكويت، والتقى بهذا الوفد، وهذا الرجل شاهد عيان موجود، اتصل بالمحافظ وقال جاني فلان وفلان. هذا أمر. بعد ما الأخوة الكويتيين قالوا إحنا لا نتعامل مع أفراد، نحن نتعامل مع مؤسسات، قام أحد أفراد الوفد فاقترح الوقف السني. قالوا لهم إذا ما دام تتعاملون مع مؤسسات فأكو مؤسسة اسمها الوقف السني، انطوها ال 200 مليون للوقف السني. ثم شال تليفونه بعد ما طلع من الاجتماع على رئيس الوقف السني، قال ترى جماعة يقولون احنا ما نعطي الفلوس للأفراد، نعطيها المؤسسات، واحنا اقترحنا انه تعطى للوقف السني، فخاف ينطونك اياها جماعة، ترى انا اللي اقترحت عليهم هذا المقترح حتى تكون يد يعني. وهو من ضمن اللجنة. نعم من ضمن هذول الأعضاء الثلاثة اللي راحوا. هذا طبعا في تفصيل هذا الكلام وأنا متأكد منه، وما كنت لأفتري على اللجنة التنسيقية لولا أني متأكد من هذه المعلومة. والدليل على كلامي كما قلت لك، هم كانوا مسكونين بهاجس قضية التخصيصات والنازحين حتى يستأكلون، كانت حاضرة في أذهانهم بحيث نسوا حتى الإشارة إلى داعش وإلى التحرير، وخلا بيانهم الأول من الإشارة إلى هذه القضية إلا ما أشاروا إليه من قضية النازحين. ونحن اليوم اللي يقول بالبيان يقول سوف نسحب هذا الملف من الحكومة، هو يمثل من حتى يسحبه من الحكومة؟ شنو الإمكانيات اللي عنده؟ طبعا هذا الكلام موجود نصا بالبيان الأول، سوف نسحب هذا الملف من الحكومة. طيب ما الملف كان عندكم أنتم لما أنتم كنتوا في أعضاء بارزين في الحكومة وكنتوا أنتم مسؤولين عنه بطريقة مباشرة، شنو اللي قدمتوه حتى تأمنون الناس، حتى نصدق إحنا كنواب ويصدقون الناس النازحين الآن أنه أكو فرد مصداقية وأكو فرد جدية لمعالجة هذا الملف ولتخفيف هذه المعاناة. احنا نتكلم بدون لغة انفعال. يعني أنا الآن عضو في لجنة وثبت لي بالدليل أنه صالح المطلق صرف 634 مليار صرفها. ثبت لي بالدليل انه صالح المطلق احال عقد شركه الفرزدق على اخوه محمد مصلح المطلق صرف مليارين بالبصره كرفانات الالف. ثبت لي بالدليل انه صالح المطلق اشترى اكو مستند من شراء سياره ب 98 مليون. ثم انا لازم اسكت على صالح المطلق واهلي كاتبهم الغام والبرد، ليش؟ حتى ما يقولون فلان يهاجم رموز السنه. هي هاي الناس ليش صارت رموز؟ غير دروس ذول الناس الفقراء المشردين هسه 3 ملايين انسان. يعني انا علي ان اسكت لانه واطلع على كل هاي الامور، يعني واجبي انه اسكت عنها، يعني اتغاضى عن معاناه 3 ملايين انسان حتى لا يزعل لي صالح المطلق، ما يقولون عبد الرحمن اللويزي ينتقد رموز السنه. وانا اشوف انه هم ملف النازحين الان 6 قاع صرفت تقول هاي اللجنه راح تروح